اهلا بيكم في رايزنج فينيكس تيرو. الفيديو ده هيكون التوقعات العاطفيه لبرج الدلو سن مون رايزنج تايمليس ريدنج. اتمنى طاقتكم توصل لي والقراءه تنطبق على اكبر عدد منكم. القراءه بتسري على الرجال والنساء وبتنطبق قراءه عكسيه. خدوا من القراءه اللي بينطبق على حياتكم وسيبوا الباقي. برج الدلو، اول كارت معاكم كارت الشمس، وده كارت النجاح، اتخاذ قرار بدون رجعة بدون ندم، معرفة أمر ما كان يعني زي ما يكون مستخبي عليكم، بتحاولوا ان انتوا تعرفوه. في كتير منكم بتحملوا بداخلكم قوة يعني اكتر بكتير ما بتبان، يمكن في افعالكم او في الابيرنس بتاعكم. في كتير منكم بيتميز بالشجاعة، بالحب والإصرار. لما بتكون عايزين حاجة بتحطوا هدفكم على حاجة أو عينيكم على حاجة، بتصمموا ان انتوا لازم توصلوا وتحصلوا عليها، حتى لو هتعيشوا عمركم كله في السعي من أجل الحصول عليها، بس هتحصلوا عليها هتحصلوا عليها. في مراكز كتير قوة في حياتكم، وزي ما يكون انتوا بتحملوا صفات، والصفات دي يعني واصلة للثريشولد بتاعها لقوتها، بتتميزوا بيها، بتبان عليكم. ومعاكم رقم البدايات الجديدة، رقم 11. في منكم ممكن تكونوا يا اما بتفكروا في حاجة، يا اما زي ما يكون بينطبق عليكم you attract what you think of، يعني انتوا بتجذبوا ليكم اللي بيجول في تفكيركم. لان انا قلت لكم الحاجة اللي انتم بتحطوا فيها الفوكس او التركيز بتاعكم هي الحاجة اللي انتوا بتربطوا معاها طاقتكم. فيكم نقاط ضعف بتخفوها ببراعة، وبالنسبة لكم مفيش شيء صعب عليكم. في حاجة زي ما يكون you want to reach out to it، يعني زي ما يكون عايزين توصلوا لها او عايزين تمسكوها. حاجة يعني زي ما يكون مش بعيدة بس بعيدة، قريبة منكم بس شعرين الامر مش بذلك السهولة. في حاجة ممكن تكون انتوا واخدين فيها خطوات يعني بطيئة، بتفكروا بحكمة. وفي حد ممكن يكون يا اما يعني بينكوا وبين شخص يعني زي تخاطر، او بتقروا افكار الشخص ده. في شيء ممكن يكون بيخص يعني يا اما الطبيعة او صفات الاسد او برج الاسد. في حد هيكون معاكم بشكل استثنائي، وفي حد زي ما يكون يعني عايز يفتح قلبه ويظهر ضعفه ليكم، ومش هيحس الامر كأنه يعني زي ما يكون شيء يعيبه، او لا يعني هيعملها عن حب ومش هيندم. يعني مش هيكون عنده الخوف يعني ان انتوا تحكموا على الشخص ده او تعيبوا فيه، او يمكن لان الشخص ده عارفكم او عارف هو هيكون مع مين، عارف الصفات اللي بتتحلوا بيها.
بس انا شايفه ان في حاجه زي ما يكون ايديكم بتمتد لاخذها، بس وانس ان هي يعني اخدتها او مسكتها او حصلت عليها will never let go، يعني مستحيل تسيبها. زي ما يكون الحاجة اللي انتوا عايزين تحصلوا عليها مش عايزين ان انتوا تبور attention towards، يعني مش عايزين ان انتوا تبينوا ان انتوا هتحصلوا عليها، يعني زي ما يكون بتعملوا some sort of distraction او زي ما يكون الهاء. وزي ما يكون انتوا يعني بتقنعوا يمكن الكون او اللي قدامكم ان انتم يعني مركزين معاهم، لكن انتم مركزين مع حاجة تانية او عقلكم في حتة تانية في الحاجة اللي انتوا عايزين تجراب او تحصلوا عليها. زي مثلا ما بيبقى ممكن اتنين قاعدين مع بعض وليتس سي مثلا اول لقاء، وممكن يكون شخص كتير مثلا معجب بواحدة واتقابلوا. الشخص ده عارف ان لو يعني هيستيرد او يعني ركز في النظر مع يمكن الإنسانة دي ممكن يعني تهاب أو ترهب أو يعني تمشي أو يتخللها شعور ممكن يكون غير مريح، فيبص في حتة تانية، لكن هو حقيقي باصص فين؟ باصص معاها، يعني مركز معاها. هو أصلا يعني باصص في حتة تانية بس في نفس الوقت برضو شايفها، هو شايفها، بس هو بيديها الامبريشن اللي هو أنا يعني الأمر عادي كاجوال، لكن أنا كل تركيزي وعيوني معاكي، بس عيون عن عيون تفرق. انا مش بشوفك يمكن بس بعناية، انا بشوفك يعني بكياني بوجداني. وفي حاجة ممكن تكون انتوا بتدوها طابع الاهمال، وكأنكم يعني اللي هو يعني زي ما يكون يعني ما تمشيش او خليكي او يعني في حاجة زي ما يكون انتوا بتدوها لما بتكونوا عايزين حاجة ما بتقولوش انا عايز الحاجة دي، لان انتوا لو قلتوا يعني عايزين الحاجة دي هتأخر حصولكم عليها، بل بالعكس ده انتوا تظهروا الكومبليت اوبوزيت، زي ما يكون في حد ليه ميكانيزم معينة او ليه طريقة معينة في التعامل، او عارفين ازاي يعني الطبع البشري او الالقاء بيكون ايه تأثيره على مسامع اللي قدامكم او الافعال. فلو اظهرتوا حبكم او رغبتكم في الحاجة الامر هيتأخر في ان انتوا تحصلوا عليه، فتعملوا ايه؟ تقولوا انا مش عايز الحاجة دي. فلما تقولوا مش عايزين الحاجة دي مش هيكون في يعني حرص، مش هيكون في جاردز اب او زي ما يكون حصون بتتبني، مش هيكون في كونفليكت، وفي ثانية تلاقوا نفسكم حصلتوا عليها. في حد عنده تاكتكس في الحصول على شيء هو عايزه، بيرسيفيرنس، يعني زي ما يكون يعني لما اكون عايز حاجة واوصل لها اوصل لها بطريقتي. فكأنكم يمكن بتعرفوا تقروا الشخص اللي قدامكم كويس قوي، وعلشان يعني ما انتوا علشان تكونوا عايزين حاجة لازم تفهموها، فين اماكن باب الدخول باب الخروج، ايه اللي ممكن يكون الشخص ده من صفات بيحملها، طبيعته ايه، بيتصرف ازاي، الرياكشن بتاعته. فكأنكم بتدرسوا الحاجة قبل ما تمشوا فيها، ودي في حد ذاتها ذكاء. مش اي حد يقدر يعمل تاكتكس، او مش اي حد يقدر ان هو يكون عايز حاجة ويحصل عليها، بس انتم ما بتحصلوش غير الا على المستحيل الحصول عليه. يعني انتوا you make the impossible possible، انتوا بتخلوا المستحيل ممكن. ودي بتبقى يعني نعمة او ميزة ربنا بيديها للإنسان، بس غالبا انتوا بتستخدموها في الخير. لاني ليه كمان في الخير؟ لان ده كارت الكارج والكومباشن، وطالما شخص بيحمل بداخله حب فما بيستخدمش الحاجات اللي ربنا بيميزه بيها في الشر. الشخص اللي كله كومباشن او كله تعاطف كله حب ده شخص يعني عارف هو بيعمل ايه، وفي نفس الوقت ما بيضرش حد.
مش اي حد يقدر يروض الاسد، لازم يفهموا جدا انتوا بتقدروا تروضوا الاسد. expect communication، والكارت هنا بيقول speed activity multitasking، يعني زي ما يكون في شخص عايز يكلمكم او في تواصل او في يمكن some sort of information او في حاجات يعني جايه لكم وبسرعه. ممكن يكون في شيء بيخص يا اما الامور البحريه او يعني اللقالق، او زي ما يكون في حد شايفكم زي اللؤلؤه، او يمكن انتوا بتلمعوا زي اللؤلؤه. مش عارفه، بس في حاجه يعني حاجه تخص اللقالق. في كتير علامات كونية، ممكن تكون أحلام، ممكن تكون إشارات، علامات، يعني زي ما يكون في رسائل، يعني مش بس يعني رسائل هتوصل لكم أو يمكن تواصل هيجي من شخص تجاهكم، لا في كمان يعني زي ما يكون في حاجة divinely guided. وفي حاجة زي ما يكون يعني في حاجة is meant to be، يعني مقدر ليها ان هي تكون. لاني انا شايفة زي ما يكون ادي مثلا كوكب الارث مثلا او الارض، وادي يعني الشيء ده قدر، زي ما يكون مكتوب من قبل ما تتولدوا. في حاجة ممكن بتكون يعني بتخص الهاند رايتنج او يعني كتابة الايد. في حاجات موجهة ليكم ولازم توصل ليكم. يعني لو رفضتوا إشارة مرة، إشارة اتنين، إشارة تلاتة، الإشارات هتفضل تتراكم لغاية يعني يبقى في يعني استسلام من شخص معين إن هو يوصل لكم رسالة أو يتواصل معاكم أو يبوح بشيء معين. بس في يعني زي ما يكون في فورسز أو في قوات بتحسكم على فعل شيء. والقوة اللي زي ما يكون الرسائل دي بتحملها هتبقى عاملة زي النار، مفيش حاجة تقدر تطفيها. عارفين زي الرسائل اللي بتكون مثلا لو وانس ان هي سين ديليتد، يعني اول ما بتتشاف بتتمسح او يبقى ليها تايم فريم معين. ففي حاجة زي ما يكون معمولة يعني بطريقة معينة او زي ما يكون باسلوب معين وليها تايم فريم، بس يعني اساسها ان هي توصل ليكم، هي معنية ليكم. في حد اخد قرار بشأنكم، وفي حاجة ممكن تكون بتخص يعني خلال 19 يوم. في حد عايز يوصل ليكم كلام او بيلمح عليكم كلام. في شخص هيتواصل معاكم، زي ما يكون يعني شخص has finally made a decision about you, a final decision. في حد زي ما يكون قدر يوصل لقرار. وشايفين يعني الوندز دي وهي واخدة زي ما يكون انجل وينجز او اجنحة ملاك. الانجل وينجز اهم. وهنا اللؤلؤة الزرقاء دي هو لابس اللون الازرق. ففي شخص هيتواصل معاكم.
سواء بقى كلام، سواء كان تكست مسجز، سواء كان gathering whatever، بس في تواصل. ده كلام من شخص ليكم، ده تواصل. فممكن يكون يعني وفي حاجة يعني تخص السوشيال ميديا، في حاجة تخص السوشيال ميديا او الابليكيشنز، يمكن تواصل عن طريق ابليكيشنز. بس في حاجة لازم توصل لكم، في تواصل لازم يحصل، وغالبا هيحصل في فترة الليل. زي ما يكون الشخص ده هيكرر الصبح لكن هينفذ بالليل، لان الشخص ده يعني مش بيقدم على خطوة غير لما بيكون دارسها بدل المرة مليون. وعشان ياخد قرار لازم يحس ان يعني البنفيتس او توي الريسكس، يعني زي ما يكون بيعمل في باله كده اللي هو الريسك بنفيت اناليسيس دي، ولازم يكون يعني اللي هيحصل عليه او رد الفعل او الاوتكم بتاع الاكشن بتاعه لازم يكون بوزيتيف، لازم يكون ايجابي. ففي قرار هيتاخد الصبح او بعد الظهر وهيتنفذ بالليل. يعني هيكون في مدة زمنية بسيطة، يمكن على الساعة 7 هنوز، او وقت الشمس وهي يعني ما بتغيب والليل بيحل. عارفين انتوا الفترة اللي هي بتبقى قبل الظلام يعني ما يكتسح. الشخص ده شايف ان هو اخد القرار السليم، هو بقى عارف يعني حصل على ريكوجنيشن، فهو عارف هو عايز ايه ومتحمس، اصبح انثوسياستيك، يعني زي ما يكون متحمس للامر. وكارت الشمس ده كارت صدق حب الشخص ليكم او صدق مشاعره ليكم، او هو خلاص ادرك هو عايز ايه وهيعمل ايه واللي هيحصل هيكون ايه. ده زي ما يكون شخص got everything figured out. ليه بقى؟ لاني عند الشخص ده انتوا ستار. مفيش حد علق في بال الشخص ده قدكم. يعني لو انتوا شايفين هتلاقوا في نجوم كتير، بس نجمتكم انتوا one of a kind. يعني زي ما يكون الكل بيجي ويعدي، يجي يعدي يجي يعدي، لكن انتوا لا، جيتوا ورشقتوا. قد يكون الشخص ده inspired by you، او زي ما يكون انتوا يعني his muse، او زي ما يكون يعني انتوا ليه مصدر الهام. بس في حاجة لازم الشخص ده يحصل عليها. في حاجة تخص ايمان الشخص ده بربنا، وغالبا الشيء ده مخفي عن الجميع حتى اقرب الناس ليه، ومفيش حد يعرف اللي يعني بين الشخص ده وربنا غير الشخص ده وربنا، لان في حاجة تخص ايمان الشخص ده بربنا. ممكن يكون الشخص ده جد كتير في حياته او تعب كتير في حياته، ما تزمرش، كان بيشكر. ممكن يكون الشخص ده يعني كطبع البشري يعني كان يعني شال حمول مفيش حد يحتملها وكان بيشكر. الشخص ده ادى كتير ما خدش، يعني زي ما يكون طول ما هو ماشي او طول ما هو يعني كل ثانية كل دقيقة كل لحظة كل موقف بيدي، ما بياخدش. ولو يعني زي ما يكون لو اخد بيبقى كأني فاهم اللي قدامه ادى بسيط علشان عارف انه هيحصل على كثير، بس هو بيبقى فاهم. الشخص ده ممكن يكون بيعمل خير كتير،
وفي حاجة تخص الشخص ده، يمكن حتى الشخص ده ما يعرفهاش عن نفسه، زي ما يكون الشخص ده يعني منذ اللحظة اللي اتولد فيها ربنا ميزه. ربنا لما بيدي مواهب او لما بيدي نعم، طبعا كل شخص بدرجات متفاوتة، بس بيبقى ربنا بيعرف الانسان من قبل ما يتولد، يعني اول يوم ما يتولد فيه، من اول حتى تكوينه لغاية اخر يوم في عمره ايه اللي هيحصل فيه، هو عارف. بس انا شايفة الشخص ده كأنه يعني زي ما يكون يعني حامل بوكيتس وعمال يفيض، يعني زي ما يكون مش اناني. يمكن الشخص ده عنده knowledge او عنده معرفة او عنده حكمة ودايما بيساعد، يعني زي ما يكون يعني لو حد عطشان يسقيه، لو حد محتاج يديه، لو حد محتاج نصيحة ما يبخلش، لو حد محتاج رأي حقيقي يعني، او زي ما يكون حكم او شيء يكون عادل. ففي حاجة تخص ايمان الشخص ده بربنا. الشخص ده ادى كتير وربنا هيكرمه باكثر. الشخص ده ممكن يكون يعني زي ما بيقولوا كده، يعني اكتر شيء بيديها اهتمامه او وقته شغله. بس الشخص ده ما بيخافش من الصعاب، هو من كتر ما يعني الصعاب مرت كتير في حياته بقى الامر عادي بالنسبه له، مش فارق معاه، يعني بيشوفش الصعاب كصعاب، بيشوفوها كتحديات. الشخص ده اخدها from scratch، وما كانش في حد علشان زي ما يكون يساعده او يمسك بايده. فاكرين لما كنت بكلمكم على الشخص اللي هو يعني بيمر في الجحيم، وهو خارج من الجحيم يعني زي ما يكون الفليم يعني covered by flames، بيكون حامل البوكيتس اوف ووتر علشان الناس اللي ما زالت لسه في الجحيم او داخله عليه. هو ده شخص استراجلد كتير او عاني كتير او كافح كتير، بس وهو خارج من الجحيم كان زي ما يكون يعني بيحاول يعني يحمل عن الناس. الشخص ده ليه ميشن في الحياة، ليه يعني مهمة في الحياة. كل شخص موجود هو ليه رسالة. الشخص ما اتخلقش فقط عشان ذاته او عشان نفسه، لا. والشخص ده فهم رسالته بيأديها على أكمل وجه، حتى لو هو مش مدرك ده، بس هو بيأديها على أكمل وجه. ولما شخص يساعد إنسان هو زي ما يكون يعني بيكرم ربنا في الإنسان ده، واللي يكرم ربنا ربنا يكرمه أضعاف أضعاف. انتوا اتعلمتوا تحطوا باوندرز، او زي ما يكون مش اي حد يقرب ليكم، او مش اي حد تدوم مشاعركم. يمكن زي ما يكون يعني الشخص اللي هيتواصل معاكم ده مش هيجد سهولة في التواصل، او انتوا حاطين يعني حاجز او جدار او مانعين الامر. لا، والجدار اللي انتوا عاملينها ما شاء الله من السيوف.
بتتميزوا مش بس بالشجاعة، يعني زي ما يكون يعني شجاعة، حب، عاطفة، إصرار. انتوا محدش يقدر يكسر إرادتكم أو يملي عليكم شيء. تعملوه بمزاجكم، مالكمش دعوة اللي قدامكم هيقتنع بإيه، لكن حد يجبركم على شيء ده مستحيل. والشيء اللي بيكون بالنسبة لكم يعني وصلتوا لمرحلة، الشيء اللي بيكون بالنسبة لكم مبهم أو بيحمل يعني شك أو تشويش، بتبنوا حواجز ويعني صعب اختراقها. في حاجة انتوا يعني زي ما يكون في حد ولا عارف يعني كأنه يكمل طريقه ولا يرجع لورا. ففي حد زي ما يكون يعني انبوز، او زي ما يكون يعني في حاجة شداكم من الماضي. ممكن يكون مخاوف من الماضي، امور اتعرضتوا بيها، لسه في يمكن كوردز من يعني attachments للماضي. بس cut the cords. الماضي ورا ظهركم، لكن انتوا تبقوا يعني خطوة قدام وخطوتين ورا. انتوا هتفضلوا ترجعوا لورا، عمركم ما هتتقدموا لقدام. انا حاسه ان زي ما يكون يعني في حاجه فيها يعني ولا انتوا قادرين تكملوا ولا انتوا قادرين ترجعوا لورا، وكانكم يعني في كونفليكت او في صراع، في حاجه غلط. وفي حد يمكن ماشي، بس في نفس الوقت انتوا عقلكم في شيء في الماضي او في شخص من الماضي. يمكن شخص منتظرينه، يمكن عاطفة لسه يعني بتمتلك قلوبكم. في حد لازم يحط يعني حد للفكر دوا. الماضي شيء خلاص اوريدي صار، فينطوى ويترك على جنب. لكن انا شايفة كل ما حد يعني يحاول ان هو ياخد خطوات بيرجع كتير، لان مفيش حد بيبص لورا وبينجح ابدا. فطالما انتوا عقدتوا النية على ان انتوا تتقدموا اي شيء من الماضي، ان انتوا تقفلوه، اقفلوه بالكامل. لان لما بيكون لسه عندكم تعلق بالماضي، انتوا بتنسحبوا للماضي بدون يعني ما تشعروا. ايه اللي شاغلكم من الماضي؟ او ايه المخاوف اللي بقت بتحصركم من امور انتوا اختبرتوها في الماضي؟ او ايه اللي زي ما يكون يعني في حاجات مر بيها مش قادر ينساها؟ في حد زي ما يكون بقى عنده استعداد ان هو يعني، او زي ما يكون يعني انا مش عارفه، بس زي ما يكون في حد اللي هو بقى اجريسيف قوي، او يمكن يعني ما بقاش بتولريت، او زي ما يكون بيستحمل يعني كلام فارغ. اللي هو انتوا الامور اللي كنتوا بتعدوها مش هتعدوها خلاص تاني يعني، او انتوا اتغيرتوا. الفتره دي فتره وهتعدي. ممكن يكون في امور انتوا مريتوا بيها، طبيعي ان انتوا يعني يجتاحكم الشعور دوا او تكونوا في الوضع دوا، فما فيش مشكله. بس know how to process these feelings. في حاجة تخص مرسم، سواء بقى كان يعني ميناء او ايربورت. وفي حد زي ما يكون يعني هيتواصل معاكم، او يعني عايز زي ما يكون يبقى عارفين يعني يبقى في introduction قبل ما يخش في المحتوى. في حد هيجي يشوفكم.
في حد يعني زي ما يكون بيسموها ايه، يعني هيرمي البيزس او الفاونديشن او الاساس لتواصل، هيفتح تواصل علشان هيجي يشوفكم. والشخص ده بيمثل بالوينجز، الانجل وينجز، وهو فعلا يعني ادي الانجل وينجز وادي التواصل اوريدي وصل وهيجي يشوفكم، او زي ما يكون ريليشن شيب يعني will take the next level. وكأنكم يعني خلينا ماشيين بالترتيب اللي الكروت نزل بيه. لما الشخص ده هيوصل، انتوا كأنكم ماسكين سيف، يعني ايد فيها سيف وايد فيها ورد. فانت تحب اسلم عليك بالسيف ولا بالورد؟ او انت عايز يعني زي ما يكون تتلقى مني الورد، ولا مش هقولك تتلقى السيف، تشوف نتيجة، يعني تشوف انا بعرف استخدم السيف ولا لا. فاكرين الكونفيوجن اللي كنا بنتكلم عنه، لساعات الامور اللي هو بتبقى بتحمل ليكم عدم فهم او مش متأكدين منها، بتبقوا كأنكم بانين حصون علشان ما فيش حاجة تأذيكم او تقرب منكم او تخترق الانرجي شيلد بتاعكم. مع الشخص ده الامر هيكون مختلف، لان لو انتوا شايفين مكان الهارت او القلب هنا في حاجة هتحسوها. انتوا انتلكتوال كتير، يعني بتتمتعوا بانتليجنس او بذكاء عالي، لكن في حاجة مع الشخص ده القلب محتاج ان هو يعني يحس، يكرر. واستخدموا الوزدم، مفيش مشكلة، بس يمكن عند مقابلة الشخص ده او عند التواصل مع الشخص ده في حاجة في قلبكم يعني في اعماق قلوبكم هتشعروا بيها، في ساين. ليه؟ لاني بيعقبوا يعني زي ما يكون يعني في حاجة، يعني في حاجة ديفاين هنا، في حاجة معني ليها ان هي تكون، لاني دي علاقة قدرية. شوفوا انتوا في البداية زي ما يكون يعني عندكم رفض في شيء، انتوا عندكم ليه رفض، يعني او يعني عايزين ترفضوه، بس في نفس الوقت انتوا حاملين ورد، يعني زي ما يكون بيحمل طابع السلام، بس في حاجة يمكن انتوا مش قادرين تاخدوا فيها قرار، بس قلبكم هيرشدكم لاتخاذ قرار. وفي حاجة فيها الشخص ده مش هيجي لوحده، حياتكم على فكرة منتظرها رينيوال او تجديد. في حاجة يعني هتحصل هتخليكم يعني تعيدوا ترتيب حياتكم، أولوياتكم، طريقة تفكيركم يمكن هتتغير، بس في حاجة فيها renewal و rebirth، يعني زي ما يكون فرصة جديدة تتوجد في حياتكم، أو ميلاد جديد، أو حياة يعني زي ما يكون there is a life ahead of you، أو في حياة في انتظاركم. في شخص مصر إن هو يكون موجود في حياتكم، وفي cycle will end for a new cycle to begin. وإن كان الشخص ده دلوقتي عنده يعني صبر، فهيجي وقت وزي ما يكون اللي هو يعني it's a fact accepted، يعني زي ما يكون الأمر غير قابل إن هو يترفض. ولكتير منكم زي ما يكون يعني الشخص ده يعني هيكون تغيير كبير في حياتكم، أو
هتحسوا كأن هو يعني نعمة من ربنا ليكم. بس الشخص اللي بيحمل الانجل وينجز او اجنحة الملائكة ده شخص ما يتخافش منه. في صحوة الشخص ده هيمر بيها، وفي امور هيشوفها بمنظار مختلف ما كانش بيشوفها يعني بيها، وفي حاجات كان بالكامل رافضها هيبتدي ان هو يتقبلها ويحبها كمان. الشخص ده عنده ريزيلينس، عنده زي ما يكون قابلية للتغيير، مش شخص يعني ريجيد كده او قاسي، حتى لو كان في الماضي قاسي، بس الشخص ده هيتغير، انتوا هتتغيروا. الكارت ده معرفش ليه انا شفته كارت للتشاريوت، وهو كارت مكتوب شمارة، يعني يعني different name، بس الشخص ده هياخد خطوة وسريعة تجاهكم. ويمكن في confusion بيحيط بيكم انتوا الاتنين، او عدم وضوح لامور معينة، لان الشخص لما يكون مش ملم او مدرك كل شيء كليا بيبقى مش عارف يتصرف بثقة. imagination clouds your judgment، يعني في حاجة زي ما يكون يمكن مخليه الشخص ده مش قادر ياخد قرار، بس هو هياخده، وهيتواصل، لان هو يعني will recognize the decision he wants to make، يعني هيدرك القرار اللي هو فعلا عايز ياخده وهيكون صح، بس هو عشان ياخد قرار لازم يكون دارس شيء. اول كارت نزل هو يعني الكارت مكتوب true feelings are masked. true feelings مشاعر حقيقية، مشاعر true are masked، يعني زي ما يكون مخفية عنكم، في حد خافي مشاعره عنكم، والماسك اللي لابسه زي ما يكون ماسك، يمكن ماسك فيه وحشية، ماسك فيه يعني ما يخليكوش تظنوا ابدا ان الشخص ده ممكن يكون بيحمل ليكم المشاعر دي. بس انتوا معاكم مفتاح قلب الشخص ده. locked doors can now be opened، يعني زي ما يكون قلب الشخص ده كان مقفول، او في حاجة يعني في حياة الشخص ده كانت مقفولة، او ما كانش فيها سكن صوت، او زي ما يكون الامر منتهي، بس انتوا كنتوا بتملكوا المفتاح. ذكيين. والابواب اللي كانت في حياة الشخص ده مغلقة انتوا بطريقة او باخرى قدرتوا ان انتوا تفتحوها من تاني. الحاجة اللي الشخص ده كان متيقن ان مستحيل حد يكون بيملك المفتاح ان يفتح الابواب اللي هو اغلقها في حياته دي، سواء بقى باب الحب، باب الثقة في شخص، باب الاتراكشن تجاه شخص. واللي بيملك المفتاح، والمفتاح اللي ملوش يعني نسخة تانية او نظر كوبي، هي الكوين. المفتاح زي ما يكون كأنه زي ما يكون امور انشنت، فاهمين الامور الانشنت اللي هي القديمة دي اللي بتكون في الاساطير، اللي هو مثلا المفتاح ده علشان او زي يعني امور معينة، علشان مثلا المفتاح ده يستخدم لازم يكون شخص بيور او شخص بيحمل حب، بس المفتاح ده هو مفتاح اللوف اند بروسبريتي، الحب، ويعني زي ما يكون كاريزما معينة لازم تتوجد علشان المفتاح ده يكون اكتيفيتد او يشتغل يعني properly او بطريقة سليمة. فانتوا قدرتوا ان انتوا يعني تفعلوا المفتاح ده وتفتحوا الابواب المغلقة.
ده مفتاح، وفي ساعات بيكون في رمز انشنت كده، بيكون في زي ما يكون مفتاح الحياة، يعني رمز المفتاح الحياة. يمكن انا لو وريته في الصورة مش هيبان، بس ادوني ثانية. ده شكل مفتاح الحياة، حاجة انشنت اللي هي اوريدي لابساه. فانتم كان معاكم مفتاح الحياة يعني from day one للشخص ده، لان انتوا بتحملوا في الاورا بتاعتكم او في طاقتكم الحب والرخاء، السلام، الاستقرار. انتوا ذا كوين. كوين يعني ملكة. زي كوين، دي معرفة يعني الملكة، هي just one queen يعني ملكة واحدة. لما اقول ذا كوين معروف مين اللي يعني بيقصد، مش اي ملكة وخلاص، او يعني ملكة تقام، لا، هي ذا كوين، هي معروف مين ذا كوين، هي just one queen. الابراج اللي موجودة معانا: اسد، قوس، حمل، برج الاسد، برج الدلو، دلو، جوزاء، ميزان. واشوفكم في قراءة جديدة. باي باي.